السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع. شايفين الفطيرة الجميلة دي؟ فطيرة هشة قطنية، اسفنجية، زي ما تحبوا تقولوا عليها قولوا. لو بتعملي وصفة فطاير انسيها واعملي الطريقة دي، وصفة فطاير تحفة. شايفين القوام عامل ازاي؟ والحشو زي ما تحبي تحشي احشي، والمتوفر عندك احشي بيه. شايفين الفطيرة وجمالها؟ حاجة كده تحفة. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ سفنجة. قوام عامل ازاي؟ هشة جدا. تنفع غدا عشاء، فطيرة الزنقات ممكن. شايفين قوام عامل ازاي؟ هشة ازاي؟ مستوية. حاجة كده تحفة. ودلوقتي قبل ما نقول عن المقادير وطريقة التحضير، معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. ولو أول مرة بتشوفي قناتي، لايك وشير واشتراك في القناة. ويلا نبدأ. الأول هنعمل الحشوة. هجيب طاسة هحط فيها زيت واحطها على النار طبعا، واقطع بصلاية جوانح بالشكل ده، واحط حبة ملح وفلفل وتدبل معايا شوية. بعد كده هجيب سجق، انا هحشي سجق وهو ني، هقطعه قطع صغيرة كده وهو ني، واقعد اقلب فيه لغاية لما يستوى. بعد كده هكون مقطعة طماطماية او طماطميتين، اللحم من غير العظم من غير القشر واحطهم. وتستوى الطماطم اروح نازلة بفلفل اخضر او الوان حسب المتوفر عندي. تمام. الحشوة دي ممكن نعملها في سندوتشات عيش فينو، ممكن نحشي بيها اي حشوة. حشوة تحفة. ونسيبها على جنب لما تبرد، وهحط بقى ملح فلفل بابريكا كزبرة ناشفة. تمام. هسيبها تبرد زي ما قلت لكم على بال ما نعمل العجينة. هنا عندي جبت كوباية ونص مية دافية، هحط فيها باكو خميرة فورية. هنا عندي معلقة مليانة كبيرة سكر. المية دافية يا حلوين، ونقلب مع بعض الخميرة مع السكر مع المية الدافية. بعد كده هنزل ببياض بيضة، وهسيب الصفار. هقول لكم هنعمل ايه بعدين. هسيبها بقى لغاية هقلبها طبعا مع بعض كله مع بعضه، وهسيبها لغاية لما تخمر معايا شوية. بعد كده هنزل بالدقيق. انا حطيت حوالي 6 كوبايات دقيق. لو حابين تعملوا نص المقدار اعملوا نص، بس انا عملت 6 كوبايات دقيق عشان هعمل كذا حاجة يعني. تمام. واعجن العجينة. طبعا نسيت احط ملح، هنا معلقة صغيرة ملح. لقيت العجينة لسه محتاجة مية، فهحط نص كوباية مية. حط بعد كده مية بالتدريج. اخدت معايا كوباية مية تانية. شايفين العجينة بقت ناعمة ازاي؟ بعد كده هنزل بربع كوباية زيت، واعجن العجينة لغاية الزيت ما يختفي عندي. شايفين العجينة قوامها تحفة. بعد كده هحط على الوش زيت، وهقلبها بقى، واحط في الاناء اللي انا عامله فيه يعني زيت برضو عشان ما تلزقش العجينه معايا. شايفين قوام العجينه عامل ازاي؟ ناعمه. هحط
في الإناء اللي أنا عجنة فيه، وأحطها بقى وأسيبها لما تخمر. هغطيها وأحطها في مكان دافي لغاية لما تخمر. تمام. شايفين ما شاء الله ما خمرت، ملت الطبق ازاي. الخميرة تحفة، وقوام العجينة كان روعة. هشيل البلاستيك اللي عليها وعشان نعمل العجينة. اخدت جزء من العجينة حطيت على سطح العمل اللي انا بعمل عليه دقيق، واخدت جزء من العجينة وهفردها بايدي، مش هستخدم نشابة ولا حاجة. هفرد العجينة بايدي. بعد كده هنزل بالحشو السجق اللي انا عملته، طبعا يكون بارد. ده حشو السجق اهو. بحط الحشو كله، واي حشو زي ما قلت لكم حابين تعملوه اعملوه المتوفر عندكم. بعد كده هنزل بحبة زيتون مخلي، لو عايزين تحطوا اي نوع من الجبن ممكن تحطوا. هنلفها بقى كده، شايفين يا حلوين؟ هنلفها كده. طبعا مخليش العجينة رقيقة، انا عايزة العجينة سميكة. تمام زي ما حضراتكم شايفين. هعملها كده زي البقجة بقجة الهدوم او كيسة الفلوس. تمام. بعد كده هكون مجهزة صينية ودهنها زيت، واحط فيها العجينة او الفطيرة. حطيتها كده، هسيبها بقى ترتاح شوية. بعد كده هفردها بايدي برضو. افردها بايدينا كده. شايفين؟ لا تعب ولا اي حاجة خالص، فطيرة سهلة جدا، وصفة تحفة، طعمها تحفتين. بعد كده الصفارة بقى اللي انا شلتها هحط عليها لبن، او نحط عليها ممكن حبة نسكافيه صغيرين، ندهن سطح الفطيرة بصفار البيضة. طبعا انا بكون مسخنة الفرن. دخلتها الفرن، اخدت وش محمر كده، طلعتها وحطيت عليها جبنة موتزاريلا، دي اختياري. دي عايز حابين تحطوا الجبنة حطوا، مش حابين براحتكم. وده شكل الجبنة لما ساحت. طبعا دخلتها الفرن لما الجبنة ساحت، وده شكلها خطير. الريحة كانت مالية البيت. فطيرة سهلة، جربوها هتعجبكم بإذن الله. كنت معكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. في الآخر صلوا على النبي.